ونحن نقدم خدمة لسوريا. بشار مو طائفي، نظام ليس بطائفي. شلون؟ كلمة غريبة صح. أكبر مكون في نظام بشار السنة، هم أكثر مكون. السنة. الجيش أكبر مكون فيه السنة. الشيعة مكون اجتماعي في الكويت، مكون اجتماعي في سوريا، تحفظ حقوقهم ولا يظلمون. الظلم محرم حتى على الكافر، كيف في واحد في دائرة الإسلام؟ زين، هذا تصريح إعلامي ولا أنت فعلا عندك أصدقاء شيعة يعني؟ عندي علاقات عامة. يعني عندي علاقات اليوم حتى في تجارة العود وكذا، جاء شاري عود من شخص شيعي بيني وبينه على قولتهم علاقة طيبة، وأهداني طيب اليوم. ممتاز. اليوم أهداني عطر. جزاه الله خير. والله العظيم. وين العطر؟ موجود عندي في البيت. تقدر تطلع الحين لا هذاك الدشداش آسف. يلا دق عليه، بس لا تقول له تسجيل، لا تقول له تصوير. الو، السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله عزيزي. في واحد يبيك، عطني اياه. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اخوي معليش انا عندي سؤال شوية غريب. تفضل عزيزي. اخوي انت شيعي ولا سني؟ شيعي. مشكور، جزاك الله خير. اسف على هالسؤال، بس بعدين راح تفهم السالفه. ابو علي خذ راحتك. تفضل هاك حجاج. ابو علي، انا في هالمجلس قاعد اكد ان هذا الخلاف اللي قاعد يصير حتى اثر على تعايشنا جدا سلبي. اي والله. فاذا كانت الاسلام يحفظ حق النصراني واليهودي، فكيف بمن هو معنا في دائره الاسلام؟ الله. لست بطائفي، انا ضد الظلم اللي يقع على الكافر. ايش رايك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. صادق. يعني حتى المظلوم الكافر دعوة الله يجيبها. والله صادق يا أبو فهد. اللي عندي اي والله. سامحنا بس أنا يأت شوية أبو فهد. وأنا أكثر. أستميحك عذرا يعني. عوام إن شاء الله. إحنا شوية الحذر، ما عندنا سالفة حياك وتفضل وعزم أنا آسف طال عمرك. لا والله الحذر كرمان وربعي وأخوياي ما عندهم. جزاك الله خير. أنا قد أبيك تطق الحذر تدور شيء عليك. خوال إخواني. ونعم والله ونعم.